199 يسجل علي مبخوت هدف الأول في هذا اللقاء، هداف مواجهات الفريقين، دائما ما يزور شباك الفرسان، لؤلؤة الإمارات الكروية، يسجل في هذا اللقاء، يتقدم بأول الأهداف عن طريق اللاعب علي مبخوت. علي يتقدم أولا، الجزيرة يتفوق في هذا اللقاء في شوط المباراة الأول. فخر أبو ظبي يسجل أول الأهداف عن طريق اللاعب علي مبخوت من نقطة الجزاء، وضعها في شباك حسن حمزة في شباك الفرسان. 1-0. برونو مضغوط عليه، برونو يلعب له كرة في الأمام إلى عبد الله، لكن أيضا مبعدة، عادت إلى كوليبالي بيجرب. يا سلام يا سلام على كوليبالي الأسمراني اللي دفع به المدرب بديلا لسيريرو، لكن يسجل شهادة إعجاب، شهادة ميلاد لكوليبالي، أطلقها الصاروخية. وفخر أبو ظبي يتمسك بالأمل، يرى في كل صعوبة أمل. هكذا هو الجزيرة اللي يرى في كل صعوبة أمل، ودائما الآمال العظيمة تصنع أشخاص عظماء. وكوليبالي يتمنى بأن يكون واحد منهم. كوليبالي أطلق هذا الأسمراني. المشاهدين في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، كرة منقولة الآن عرضية، عمر يسجل، عمر خريبين يقلص الفارق، عمر يسجل ويسعد هذا المدرب جارديم. فرحة الفرسان بهدف التقليص يأتي عن طريق اللاعب عمر. نعم، الفرسان يحافظون على الأمل للعودة بالنتيجة الإيجابية في هذا اللقاء، والفرحة يعادل حصيلة التهديفية. تمرير الآن، عمر خريبين نقلها الغساني، لكن الكرة نعم في الشباك، عادوا الفرسان، سجلوا التعادل عن طريق اللاعب يحيى الغساني يسجل الثاني، والفرسان يعود مرة أخرى، يرفضون التخلي عن الصدارة ولا غير ذلك. هذا هو الشعار من البداية، هذا هو الشعار. يحيى الغساني كلمة السر في شوط المباراة الثاني، يحيى الغساني اللي لعب الكرة ممتازة، اللاعب اللي عنده 50 مباراة في دورينا، كارتابيا، وهدف الثامن كارتابيا، وضعها كارتابيا، سجلها كارتابيا. ريمونتادا يا جارديم، ريمونتادا للفرسان، سجلوا الثالث، قلبوا النتيجة من 2-0. وربما تكون ريمونتادا البطولة، ريمونتادا الدوري، ريمونتادا الصدارة ولا غير ذلك. دائما الآمال العظيمة تصنع أشخاص عظماء. هذا الشعار أصبح للفرسان في شوط المباراة الثاني. تمسكوا بالأمل.